عمرك فكرت ليه كان محفوظ سردينة بيكره عبد الغفور البرعي أوي كده؟ ليه لمّا أبوه كل أمّا يعمل حاجة حلوة يقول له: "يابا الحق يابا الواد ده هيتدلّع علينا، يابا الواد ده لو اتعوّد كده هيسرقنا." مع إن أبوه اللي هو التاجر الكبير واللي هو محفوظ حتى كان دايمًا يقول له: "يابا أنت الخير والبركة في كل حاجة وأنت سبب كل حاجة." يعني هو بيثق في أبوه، بيثق في أبوه ثقة كبيرة كمان مش لكن هو كان قلقان أوي من عبد الغفور البرعي ده. ليه التُجّار بعد كده لمّا عبد الغفور البرعي مجرّد واحد بيعمل فرشة في الشارع وبيعمل فرشة في السوق كده، بقوا التُجّار كلّهم خايفين منّه والتُجّار كلّهم عاملين قَلَق عليه وبدأوا إن هم يتآمروا عليه، مجرّد إن هو واحد فتح محل آآ كل مجرّد إن هو فتح محل صغير، كل التجار بقوا شايفين إن أنت هو أنت حاول إن أنت توقّعه، حاول إن أنت تقفلوا عليه السوق، ما تخلّيهوش ياخد بضاعة، حاول تنشّفها عليه من كل الموارد اللي هي سياسة تجفيف المنابع. الفكرة هنا اللي إحنا هنتكلّم فيها اللي هو عن فكرة عوائق الدخول. وإزاي إن أنت تقدر تقتحم العقبة ديّة، لإن أنت الفكرة إن أنت لمّا تيجي دايمًا بتشتغل في أي حاجة، أنت بيبقى قدّامك في عوائق طبيعية أصلًا بتقابلك، وده اللي قابل عبد الغفور البرعي في المسلسل، إن هو دلوقتي عايز يبقى أولًا هو عنده الراجل واخدها خطوة، خطوة. أول خطوة هو ما عندوش أي حاجة يملكها خالص، فهو عايز أول حاجة يبقى عنده شغل. ده التدرُّج الجميل جدًا اللي هو بيقول لك إن هو بناها سلِّمة، سلِّمة. فأول حاجة عايز يبقى عنده شغل والراجل جَد جدًا، يعني الراجل جَد جدًا، فراح للمعلِّم سردينة فقال له: "أنا عايز شغل." والراجل وفّر له شغل. بعد كده بعد الشغل أنا عايز إيه، أنا عايز سَكَن. فراح خَد أوضة صغيّرة وبقى قاعد فيها، خلاص هو ده المكان اللي هو بيسكن فيه. كل ده ما حدّش شايفه، يعني كل ده كُلّه شايف إن عبد الغفور البرعي عيّل صغيّر مش عارف بيعمل إيه، بس كان القلق بقى بيبدأ من فكرة صراع الطبقات هنا. القلق بيبدأ من عند أول ما راح عبد الغفور البرعي بدأ يبقى صبي ينوّر كده عند الحاج إبراهيم سردينة، بدأ مرسي يبقى قلقان منّه. ما هو دلوقتي مرسي هي في طبقة مقفولة عليهم، مرسي ده هو الريّس بتاع العُمّال. فهو دلوقتي أول حاجة بدأ يخاف عليها ال ال ودي الفكرة بقى في فكرة عوائق الدخول وصراع الطبقات اللي هو إيه، الواد ده بيشتغل كويس أوي، إحنا الشغل بتاعنا على قدّنا وهو عارف إن مهاراتنا قليلة. أول حاجة نعملها إيه، نقفل على الحلقة بتاعتنا، الواد ده نطرده بسرعة قبل ما يفتّح عين الحاج سردين على حاجات جديدة إحنا ما بنعملهاش. فلمّا يفتّح عينه يعرف إن إيه ده، لأ ده ممكن يبقى في صبي تاني أشطر مننا. طب ما الصبي ده ممكن يترقّى بُكرة فيبقى عامل. طب لمّا يترقّى يبقى عامل، ممكن بعدها يبقى كبير عُمّال، ممكن بعديها يبقى هو اللي ياخد مكاني. فأول واحد بدأ يخاف على مكانه واللي بيفكّر بعقلية ال إحنا في عندنا عقليتين اسمها عقلية الندرة وعقلية الوفرة. بيفكّر في عقلية الندرة، إن أنا ماسك في مكاني بإيدي وأسناني، فالحل عشان أحافظ على مكاني إن أي حد بيهدِّد مكاني هو ده تهديد وجودي. يعني وجود عبد الغفور البرعي بشكله الجديد ده، واد من أول يوم وهو جاي بيشتغل لمّا راح الحاج قال له بات في الوكالة، رجع لقاه هَدّ كل حاجة في الوكالة والترتيب القديم اللي كان عامله. وكإنه بيقول للحاج إبراهيم سردينة، أو كإنه بيقول إن هنا بقى الفكرة نفسها كإنه بيقول له النظام القديم ده، أو كأن النظام القديم ده بينهار وبيتبني نظام جديد. بيقول له إن كل اللي كان قبل كده ده واقع، واللي أنت هتشوفه بعد كده ده واقع تاني. لو أنت بتشوف ناس كانت بتشتغل بالنهار، ده أنا باشتغل بالنهار وبالليل. لو أنت بتشوف ناس كانت شايفة إن النظام هو العشوائية اللي كانت موجودة والشكل اللي أنت شايفه، لأ ده خُد بالك أنا هافتّح عينك على حاجات تانية مش موجودة. فكان أول تهديد هنا كان تهديد للرئيس مرسي، فبدأ يعمل كل الألاعيب اللي في الدنيا لدرجة إن الراجل ده وصل إن هو عايز يقتله، مش بس الموضوع تهديد وجودي. عارفين ده شبه إيه؟ قصة قابيل وهابيل. لمّا كان أول قال له لأقتلنك. مع إنه قدّم قربان فتُقُبِّل من أحدهما ولم يُتقبَّل من الآخر، قال لأقتلنك. هو شايف إن ده تهديد وجودي، أنت وجودك بينفي وجودي. الساحة ما تتسعش لينا إحنا الاتنين مع بعض. أول حاجة حصلت يعني ودي الفكرة بقى العبقرية عند الحاج عبد الغفور. الراجل هنا فكّر،
هو دايمًا في مساحات تانية أو في ثغرات ممكن تدخل فيها للسوق، الثغرات ديّة دايمًا بتخرّجك برّه مساحة التحدي. أنت دلوقتي في ناس هيبقى كل حلمها إنها تبقى الرئيس مرسي. عبد الغفور هو أصلًا مش شايف الرئيس مرسي، عبد الغفور البرعي شايف إن أنا قد المعلم سردينة وأكبر من المعلم سردينة، فهو أصلًا مش شايف الرئيس مرسي في المعادلة بتاعته، هو مش شايفه، هو مش شايف إن ده التحدي بتاعه. ودي الفكرة بتاعة الناس اللي هي بتفكّر بتفكير الكبار. أنتم عارفين اللي هي الأحلام الكبيرة، هي ديّة الفكرة، إن هو الراجل أصلًا مش شايف الرئيس مرسي، فهو دايمًا بيعمل حاجات، الحاجات ديّة بتهدِّد الراجل ده تهديد وجودي، وفي نفس الوقت بتخلّيه يكبر بخطوات، الخطوات ديّة مش بتهدِّد الرئيس مرسي، ده راح يهدِّد الفئة الأكبر. وهنا هننتقل للتحالف اللي حصل ما بين الريس مرسي ومحفوظ ابن المعلم سردينة. محفوظ بدأ يشوف إن في بذرة صغيرة بتطلع في السوق، وعوائق الدخول اللي موجودة قدّامنا دايمًا عايزين نحمي الطبقة بتاعتنا من حد جديد ممكن يكون دخيل عليها، فيبدأ إن هو يقتحم السوق بتاعنا. طب هو عمل إيه؟ يعني يعني الريس هنا بقى عايزين نعرف هنا محفوظ سردينة عمل إيه؟ محفوظ سردينة وإيه الخطوات اللي محفوظ سردينة بدأ ياخدها بترتيب منطقي كده، أنا هاعمل كذا عشان أمنع عبد الغفور ده إن هو يدخل السوق. طب عمل إيه مع أبوه؟ وعمل إيه في السوق لمّا كان عبد الغفور بيتعامل معاهم؟ ما هو عبد الغفور لمّا بقى عنده محل بقى يتعامل معاهم، هو عمل له إيه؟ وعمل إيه مع التجار؟ إيه الخطوات اللي بيعملها اللي عملها عب محفوظ سردينة، واللي هتقابلك أنت لمّا تيجي تعمل business عشان يزوّد من عوائق الدخول قدّامك، فيقتل التحدي اللي هو شايفه الجديد ده في مهده. ده يمكن اللي هنتكلم فيه في الحلقة الجاية، وإيه اللي عمله محفوظ سردينة عشان يوقّف عبد الغفور البرعي، وإيه بقى كان ذكاء عبد الغفور البرعي في إن هو يقدر يحل كل التحديات اللي قابلته ديّة، أو يتعامل مع الحاجات اللي كانت موجودة، ويتقبّل الخسارة أحيانًا عشان يقدر إن هو يدخل في وسط الكبار، ويقدر إن هو يتجاوز كل عوائق الدخول. ده اللي هنتكلم عنه في الحلقة الجاية. استنونا في سلسلة عبد الغفور البرعي فكرة. شكرًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.